البرك والكتيبه. علاش لكم لازم اليوم نبارطاجيو مليح هذا الفيديو باش يلحق لكاع الناس ويفهموا واش راه صاري على المنتخب الوطني. التشويش والتهديم والتحطيم اللي راهم الناس دايرينه باش يكسروا المنتخب الوطني الجزائري، ولكن باذن الله يد الله فوق ايديهم. ولا كانت النتائج مليحه اللهم بارك، ولا ما كانتش اكيد يروح بيك ولا بلا بيك ولا بلا بيك، رايح. ولا يعرفوني جماعه، خاصة الصحفيين يعرفوني كي ندير حوار على بالهم واش كاين، يعرفوا مليح، وكي نجيب معلومه ونقول رسميه وحصريه على بالهم مليح منين جبتها. برك فقط خاوتي بارطاجيو هذا اللايف باش هكذا خوتنا يزيدوا يطلعوا ويتبعوا اللايف. هكذا خوتي فيما يخص ملف، باش ما نطولش عليكم، ملف ريان شرقي ولا أسنا ونكملوا برك على واش قال على حظوظ الجزائر. Coach Claude Leroy, juste une dernière question, si vous voulez bien, par rapport à l'Algérie qui a assuré sa qualification, ça va se jouer en Côte d'Ivoire. Les choses ne seront pas simples pour tout le monde, surtout que ce sera encore une fois beaucoup de prétendants sont qualifiés. Hein. Oui, il y a plusieurs équipes qui encore peuvent être championnes d'Afrique, dont l'Algérie, comme d'habitude. Voilà. Donc, je vous remercie amplement, Claude Leroy, et à la prochaine. Au revoir, Claude. ها يا خوتي دوكا هاوليك الصدق وهاوليك المصداقيه، هاو الكذب اللي يكتبوه وهاو الصح منين نجيبوه. انا اللي نقول لكم خوتي ربي يوفق المنتخب الوطني. حنا رجال يروحوا حنا نتبعوا الجزائر المنتخب، ما تتبعوش برك خوتي، باسكو هناك حملات متعدده ومتكرره لكسر المنتخب الوطني وضربه في العمق حتى يبروفوكيو لو ديزورد، او قالها مسيو لو لو ديزورد لما سقسيناه على الحضور تاع المنتخب الوطني. ها واش راه قال لكم كما الاخرين كما الجزائر سوف يكون لديها كلمه وتكون يعني من المرشحين كالعاده. هذا واش كاين جديد اخي العزيز وليد؟ انت تحب لي كذبوت وليد بوشا، تحب لي يكتب يقول لك راهو قال له روا وراهو قال وما قالش. تتحب هذاك هو جديد، ريح تما في جديد والله العظيم. المهم احبتي في الله، الرجال المخلصين للوطن وللبلاد وللمنتخب الوطني، يقول لكم يعطيكم الصحه يعطيك رغم كل حملات التشويش على كل من يقول الحق ويحارب عن اجل المنتخب الوطني، بدون حرب بالوكاله، بدون تخندق. خاطينا التخندق والحرب بالوكاله، والله ما ناكل ما هذاك الخبز، والله العظيم ونقعد ما نخدمش حياتي كاع، ما امن بسبحان الله عز وجل هو اللي ما يخلينيش، والله ما يخليني، لاني راني نمشي قباله بالماضي يروح الله يسهل. زروقي ماشي جوار ان شاء الله ينحيه، بصح الكذب علاه. علاش تكذبوا؟ علاش تديروا تخلقوا فبركه لتوجيه الراي العام؟ شفتوا كي درت الرد بالعاني، كي درت الرد على كلود لوروا يا مؤمن راك تدافع والله يسهل عنده الحق كلود لوروا. قال لكم كلود لوروا ما كاش منها، ما هدرتش كاع. هايا واش تقولوا دوك؟ Qu'est-ce que vous allez dire maintenant? Claude Leroy vous a bien expliqué qu'il n'a pris ou fait aucune déclaration à propos de l'équipe de Belmadi et à propos de Zarouri. Pourquoi cette méchanceté? Elle n'est pas fortuite. Non, jamais. Elle n'est pas anodine. Non, jamais de la vie. Elle fait partie de cette machination agressive qui vise à détruire et à déstabiliser l'équipe nationale. تقدر تكون من الداخل، تقدر تكون من الخارج. باش نتفاهموا مليح. حنا واش هو يفرح الجزائريين؟ واش هو يلمنا مور المنتخب؟ واش الحاجه اللي تلمنا؟ المنتخب الوطني تحب ولا تكره، هذه حقيقه. يلا نحطموا بالماضي ونحطموا المنتخب، ما نولوا لي كانس ممكن ما نعرف فاسيج ولا مازالوا خدام فيرموت او حب يجي فيرموت ياك رايفاتش الكراز يا اخي. يلا نديروا طابله مع الكاب فير ونحكوا لا تاع الجرنان غدوه. كان اكسبلوا ديفير ماتش نيل في رواندا، كان اكسبلوا ديفير ما شاء الله. ترجعونا الايامات هذوك. المهم ملف قويري، الاكاذيب والاشاعات التي روجت فيما يخص رفض
ريان شرقي اسمحوا لي الالتقاء بجمال بلماضي ورئيس الفيدرالية جايد سفيزف عارية من الحقيقة، خرطي في خرطي. جمال راهو فاكونس مع عائلته، وسفيزف راهو يوجد في الجمعية العامة الاستثنائية، راح تلقاه باش يروح الكوت ديفوار الجمعية العامة تاع الكاف باش يروح يدافع على حظوظه في البيرو تاع في الفوت تاع البيرو اكزيكيتيف، او رايح الكوت ديفوار. بركونا من خرطيه وما حبش وقال لهم ما نجيش ليكم وما حبش يتلاقى بهم وما جبنا حتى جوار من ليكيب او عوار كان في ليكيب تاع فرنسا وجا كان قادر يستنى يطرطق في روما. بالك يعاود يعيط له ديشون، بالك صح ولا لا؟ راهو جا معانا تعاود هدر مع جمال، قالوا يا عوار ها واش لازم دير. Tu dois demander les excuses, tu dois te mettre au service de l'équipe et du groupe et non pas le contraire. ماشي الجروب اللي لازم يلتف بك، انت اللي لازم تدخل في المجموعه. وهذا هو الشرف التربص الاخير، ونتفائل خيرا بالنسبه لامين قويري كذلك. واللاعب الجديد في الدفاع ان شاء الله فيه مصادر تتحدث على اللاعب مدافع وسطي، يعني مدافع اكسيال. ان شاء الله بالعقل نديروا ايكيب اللي قادرين كيما قدرنا. خوتي شكون اللي كانوا لي تيتولار في لاكومبي وكذا؟ شكون اللي كانوا؟ كان بن طالب، طايدار، غلام. يا اخي هاكا تبعوني مليح، بالفضيل، براهيمي، بن طالب. واش درنا؟ تبدلت كاع ليكيب، تبدلت كاع. ولا عطاله دروات، بن سبعيني غوش، موندي مع بالعمري، ولا في الوسط قديوره عاود رجع، صح ولا لا؟ ولا بالناصر تيتولار ما كانش تيتولار، ولا فغولي 10، ولينا نلعبوا بونجاح افونسونت ما كانش تيتولار، ولينا بلايلي ايلي غوش ما كانش تيتولار. تسمى ما نهدموش بيوتنا بايدينا، سيان تلموا كاع وراء الناخب الوطني لهدف واحد ومن بعد نحاسبوه، ماشي مشكل، ماشي كاع بروبليم. ولا نهضروا في المفيد خويا احمد انس خويا العزيز، ولا راك تشوف هذا الشيء كاع ماشي مفيد. الله يسهل خويا العزيز، ليتك سعيده، ربي يسهل، ما فيها والو خويا العزيز. تبا لك مستوى الله يبارك، حنا هذا واش عطانا ربي، الحمد لله على كل حال. قلنا ما لا خوا لازم نتفاهموا مليح. شرقي هدرت عليه، علاش تكون بارطاجيو يا جماعه الخير؟ والله غير هذا وين هدرت عليه الاخ. بارطاجيو الله يجازيكم، باش يلحق الخوا اللي مازال اللي ما سمعوش على شرقي. قلنا شرقي لاعب يريده بالماضي، يريده بإلحاح، وكل ما قيل عن قضية اللي داروها في لي ريزو سوسيو، قال كاو ما استعرفش بيهم وما حبش يتلاقى بيهم، وزقالوا بالماضي قالوا ما نتلاقاش بيك، وزقالوا زفيزف هو مشغول ورايح كوت ديفوار، وبالماضي راه فاكونس. هذا الكلام كاع ما كاش منه. نتمناو امين قويري ان شاء الله يسرع في تغيير الجنسيه الرياضيه تاعو، ونتمناو كذلك المدافع الذي تحدث معه جمال كذلك يسرع في تغيير تلك الجنسيه الرياضيه. نتمنى ادم واعر انت ادم، نتمنى المنتخب الوطني كل التوفيق. ونقول لكم مره اخرى ساعدكم قبل ما ننسى خوتي، قبل ما ننسى امر جيد جدا، هو ان المنتخب الوطني يتني المقابله واحده امام السودان لاقل من 21 سنه. نتمنى يتاهلوا لما لا للادوار المقبله. وكذلك حبيت نفيليسيتي كاع اللي السلام عليكم مشاهدينا ومتابعي قناه موناليزا في كل مكان. إذا كنت أول مرة تشاهد فيديوهاتنا أدعوك للاشتراك في القناة حتى يصلك كل جديد. ما زالت الصحافة الإيطالية وصحافة روما على وجه الخصوص تتحسر على غياب لاعبهم الجزائري حسام عوار بسبب فترة وسط الموسم، والذي سيغيب بسبب مباريات المنتخب الجزائري القادمة والمباريات القوية التي سيغيب عنها بسبب كأس إفريقيا. موقع مقرب من نادي روما قال أن عوار سيضيع 6 لقاءات على الأقل، وكلها ستكون حاسمة في الدوري، حيث سيواجه نادي روما كلا من أتلانتا وميلان وفيرونا وكالياري وكذلك نادي الانتر، ما يعني أن غياب الجزائري سيكون مؤثر جدا. وفي الأخير
إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعم المقطع بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد.